احنا دلوقتي موجودين قدام التمثال اللي جه من المطرية امبارح، واحنا شايفين الباحثين والعلماء او العاملين في المتحف، والعلماء هم بيشتغلوا على راس التمثال. واحنا شفنا الحدث ده امبارح بالليل حوالي الساعة 1، ونشوف السياح والمؤتمر اللي هو حاضر عشان يشوفوا الحدث دوت. و معانا الاستاذ فهد اهو، تبقى صورة للذكرى. ماشي يا باشا. المكنه ربطناها في السور يا اخوانا. الصورة هيشيلوا الصور ويخلوا المكنه ربطناها في السور. احنا قدام المتحف دلوقتي، انا هنمر مره سريعه كده عبال ما هم بيكملوا الشغل بتاعهم، واحنا في قدام المتحف كده. لا تعال علي خلي الكيس في ايدك عادي. واحنا في الفناء الخارجي بتاع المتحف دلوقتي، بنشوف عظمه الحضاره المصريه، وبنستعرض. كنا جينا هنا عام 2011، بس كان المتحف طبعا ايام الثورة ومغلق. احنا بنستعرض دلوقتي الواجهة بتاعت المتحف، نشوف السياح اللي داخلين. تذاكر معاك ولا تذاكر؟ طيب ماشي. احنا في ساحة المتحف. وش التمثال يعني؟ طيب ماشي، هنجيب وش التمثال وهنشوف طبعا الملك فهد بيحط ايده على التمثال ده، لو بره كانوا عملوه غرامة $1000، ما يمدش ايده على حاجة. لكن الآثار المصرية بتستحمل، يعني معروف عنها جامدة. الكاسة طلعت أهلية بس حلوة والله. اللي متكسر عامل ازاي؟ بيظهروا أدق التفاصيل. وهنا في جزء من المسلات صغيرة، وبنشوف تاني لسه العمال والفنيين وهم لسه شغالين على على راس تمثال رمسيس الثاني اللي جوه في المطرية امبارح. ربنا يوفقه. اتكلم حدث كلام. لا هو انا بقى احط عليه كلام، بس الكلام مش هيبقى واضح. انا دلوقتي قدام المتحف المصري، جينا الصبح ثاني يوم
بص طب ايه، خد انا بقى كده وانا بلف في الناحيه كده. دقيقتين ونص. ماشي يا باشا. عايز ايه؟ زي دي كده اهو. ماشي ماشي، انت اقرا وانا معاك اهو. شايفين؟ علي صوتك يا استاذ عبد الله. علي صوتك شويه. مش عارف، انا حابب اتكلم بقى وانا لا لا، ما عشان تجيب تفاصيل زي ما احنا شايفين. كرسي مجهز زي ما احنا شايفين، بدل الروعه والجمال والنقوش اللي عليه، حتى بدل راحه الانسان هنا ما يجلس عليه. كان المسلم مستمتع بكل شيء وبيهتم بكل شيء. هنا وصلت انت دقيقتين؟ نعم. وصلت دقيقتين؟ لا. طيب تفصل عشان تبقى مقاطع يعني ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا يا جماعه داخل المتحف المصري اليوم بتاريخ 16/3/2017. نعم. لك أن تقول نحتاج إلى شهور لكي نرى كل شيء في المتحف ونعرف كل شيء عنه ونرى جميع الآثار. صندوقنا الأول، صندوق الفرعوني المدهب دون جميل. أنا ناخذ هذا التراث العظيم ولا نعرف عنه شيء. منظر بقى من هنا كده كده من القاع لتحت، لفة كده فيها. هلا حاج محمد. الدور الثاني، وكما نرى صورة للإنسان رمسيس الثاني وبجواره زوجته ماذا أقول؟ أنا في حيرة من أمر ماذا أعرض وماذا أفهم من التماثيل. لو جرب منا الأستاذ فهد كده أو جرب لنا كده منظر من فوق ويا تعمل لنا الزوم وتجرب لنا تمثال الملك والملكة. السلام عليك يا ملك وعلى إيه؟ وعلى روعتك. يعني كده يعني نصور من الدور الثاني. جيب بقى اقلب لي الكاميرا سنه. ايوه كده، هات لي. ايوه 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 ايوه، انزلك على الضوء كده. ايوه ايوه ايوه، ماشي يا باشا. هات لي التماثيل بقى، هترجع التماثيل على الجنبيه. السلام على بعض. ماشي يا باشا. رجع الجنب الثاني بقى كده. الجنب الثاني؟ ما رجعش؟ الجنب الثاني الاول. ماشي، هات الجنب الثاني عشان نبقى خدنا صوره كده ايه مميزة. نشوف. السلام عليكم. افصل. مثال لأحذية مصرية قديمة
كما نراها غاية في الروعة. كان عالم نزيهة مع عبد الله. بتقول ايه؟ ماشي شغال وش شغال. بقول لك كان عالم نزيهة. امال ايه؟ الحجاب بتاعتهم بسم الله ما شاء الله يعني. حاجة يعني تحفة. بساطة ورقة موضة زي ما بنقول وجمال. مثال لصندوق خشبي كان بيوضع فيه بعض لوازم مصر القديم و تمثيل من العاج. ايضا تمثال صندوق خشبي. تابوت ذهب من ليش 18 تابوت الخشب الثاني. ماشي. هنا بقى الايه؟ العجلة الحربية. العجلة الحربية القديم ويستخدمها تحتمس الملك أحمس في حروب مرتبط بالهكسوس، وكانت في ذلك الوقت من الأسلحة الحديثة اللي كان بيجرها خيل، وكان بيسوق لها السائق والرامي السهام. تابوت الملك ابن نوحات الثالث مكتوب على التابوت. خشبي نرى من الروعة والجمال والدقة والإتقان والفماس. صندوق خشبي مطرز كمضرب الألوان ومن جواره يشبه به الترابيزة الصغيرة. اتفضل. زي ما بنشوف كده في دي مومياء حقيقية من خلال ما مكتوب على اللوحة بتاعتها. ده اللي مومياء لشخص يدعى جد حرب، وأسرع هذه المومياء داخل تابوت مقطوعة الرأس. حصل ده أثناء محاولة اللصوص في العصور القديمة سرقة القناع المغطى الرأس والحلي اللي كان مغطى الموميا، من نتج عنه انفصال الرأس وتمزق الأفاف الكتانية، وهو دلوقتي محفوظ داخل فقاعة خالية من الأكسجين لوقف النشاط البكتيري أثناء عملية لحفظ المومياء، وتم الحفظ بمعمل المتحف المصري. يعني دي اللي بتاع اللي عليها ديت داخل فقاعة خالية من الأكسجين عشان تدن الموميا في حالتها. وبنشوف قدامنا مجموعة من التوابيت منها الحجرية ومنها الخشبية. يعني مثال خشبي دوت ضرب نصوص التوابيت عليها ويسموها زي ما كان في عقيدة الشعب المصري بينقش عليها نصوص التوابيت عشان تكون عون له عند الحساب. دي برضو تابوت خشبي لأحد العلماء المسلمين، ونرى الرسوم الجميلة وروعتها، وبتختلف مقدار الرسوم وحجمها على حسب المكانة الاقتصادية للميت أو المتوفي. نجد كل تابوت مختلف عن واستخدام أول ما استخدمها الملك أحمس في حرب التحرير. على الجانب الآخر وهو يمر توجد عجلة حربية أخرى. أيضا لو دورنا هنا مثال
عندي نموذج لمركب طيب كان بيستخدمها المصري القديم، ودي كانت معمولة من الخشب ومن اللحاء الخارجي لنبات البرد. ليش كده شغال؟ طيب ماشي. زي ما قلنا نموذج دي عادة الحربية معمولة من خشب ومدهبة زي ما احنا شايفين أثر الكسر فيها، وبتوع المتحف ايه مصلحينه. غير مكتوب عليه اي معلومات، بنستعرضه ونشوف. أمثلة لعصي ونرى الجمال والروعة الموجودة بها، لم تكن عصي كده جافة كما هي موجودة الأيام دي، ولكن تاخذ شكل جمالي كان تابوت تقريبا لأطفال، حتى الأطفال كان لهم نصيب إن هم إيه يوضعوا في تابوت. من خشب على زحافة، وزي ما مكتوب تحت عليها كانت خاصة بالأحشاء الداخلية بتاعة الملك توت عنخ آمون. واحنا كنا دخلنا الغرفة الخاصة بالملك توت عنخ آمون والقناع الذهبي، لكن ما فيش تصوير جوه. وبنلاحظ في هذا الصندوق ان موجود 4 من الآلهة بتحرس الصندوق في وجهاته ال4 من السر. إيزيس وست ونفتيس، ونشوف الملكة الرابعة اللي بتحرس الصندوق. جبت الفوق موجود معايا. والملكة الرابعة نت، الملكة نت يبقى إيزيس ونفتيس وسلت ونت، من هذه الملكات التي ايه يحرسنا الصندوق الخاص بأحشاء الملك الشاب توت عنخ آمون. وهنا زي ما احنا شايفين نموذج لتماثيل مصرية مصنوعة من الخام أو المرمر تقريبا، ونرى دقة وروعة الايه بس تصور لحظة.你们记得他们做梦的意义，他们把内脏拿出来，丢放在盒子里面，是不是？他们放在4个盒子里面，为什么4个盒子？ قديما نشوف المصري كان يعني مهتم ازاي باشياء مخرجه في جمال. هنا كؤوس وانياء من الخشاني، يعني بالمعنى البلدي بتاعنا كده براد زمان، يعني زي ما بيقولوا كده. وده ملحق بالمقبره، ونرى الروعه والجمال اللي فيه. هنا سرير بشكل رأس أسد، على صوته شوية، رأس أسد وذيل
صراحة شايفين الروعة والجمال اللي فيه. نخش هنا بقى. هنا بقى سرير ملكي بشكل هنا في قسم خاص بآثار صنع الحجر، واحنا بنشوف مجموعة الأساور ومجموعة كلها أساور من الذهب خاصة بالملك بوسو سينس الأول، ودي بتستخدم كحلية. ونشوف المعروضة على الزجاج على القائمة وموضوعها على الأسفل. وهنا حليات من الذهب، صورة للقبر المصري، وقال هنا برضه شكل منقعة المصريين القديم، وهنا أشكال من الخبز، وزي ما احنا شايفينه محفوظ وواخد شكل أشكال متعددة. هنا برضه نماذج لحبوب من زمن مصر القديمة، زي ما نشوف هنا في عندي الزيتون، وفي عندي الحمص، وفي عندي الخروع وبذور القمح والشعير والكتان. طبعا ما كانش لسه القطن معرف قبل ذلك. وهذه الرمان، بعض بيضة لحمامة، وده عنب، وده ترمس. دي كلها كانت أشياء موجودة في مصر. وفول، الفول العادي بتاعنا. ودي زهرة اللوتس، قرب منها سلايد النبي عشان نشوفها. زهرة اللوتس اللي كانت رمز لمملكة الجنوب، كانت بيستخدموها المصريين كرمز ليهم. الأجزاء من كليل جنائزية مكونة من ورق البارسود وزهرة العنبر، وجدت مع موميا فرعونية في العصر المتأخر، يعني وضعوها مع المومياءات. صورة أغصان خشب الصنت الجبلية، ده في عصر الدولة القديمة، خاصة بالعرض اليوناني والروماني. أول بنخش كده بنشوف تماثيل للآلهة الرومانية واليونانية.
تمثال من الحاجة اللي نشوف فن روعة بالنقش الجلباب والنقش القدمين، ويظهر إن هو لابس أشبه بصندل أو حذاء على في ذلك الوقت. هنا تماثيل أشكال متعددة يظهر فيها أن الرومان كانوا بيعبدوا الآلهة المصرية وقدسوا الآلهة المصرية القديمة. وده تمثال رجل بيقدم قربان للمعبود حورس الطفل، وده متأثر بالهيئة المصرية القديمة. هنا بقى اللوحة دي ما احناش عارفينها، فيها نوعين من النقوش أو الكتابات، دي الهيروغليفية، والجزء اللي تحت تقريبا الهيراتيقية أو الديموتيقية، مش مكتوب على اللوحة الإرشادية للحجر. هنا بنشوف أيضا اللوحة دي برضو عليها كتابات تقريبا رومانية، لو جربت الصفات هنبص نشوف كتابات اهي، كتابات ممكن تكون ديموتيقية هيراتيقية أو رومانية قديمة، يعني مش مكتوب، مفيش لوحة تذكار يعني توضح. هنا تمثال لأم وطفلها والرأس اللصوص عبثوا به. هنا بنية القطعة الفرعونية أيضا غاية في الروعة، بنشوف النقوش اللي عليها والرسومات بتمثل إله إخناتون، وهو بيرفع إيده لإله أتون إله الشمس. هنا برضه قطعة من العصر الروماني زي ما وضح الرسمة في قلب الحجر نفسه، الرسومات نفسها. هنا نشوف برضه قطعة من الحجر ومرسوم عليها رسمة فرعونية، تأثر الرومان واليونان بالفن المصري وبالعادات المصرية القديمة. نشوف أيضا هذه المخطوطة من حجر البازلت الأسود، وبنشوف عليها الكتابة الهيروغليفية الجميلة. تماثيل من العهد الروماني، والرأس مقطوعة طبعا زي ما قلنا قبل كده عبث. تمثال من العصر الروماني، بنشوف مدى دقة والتفصيل في الجلباب، في وضعة الثوب نفسه، غاية في الجمال والروعة. والله يا جماعة ده أكتر حاجة عجبتني في المتحف. فن نحت ثنايات الثوب اللي لابسه والجلباب اللي لابسه في ذلك الوقت. والأخير برضه نفس وضع عبد الله. هنا نشوف الملك هريان، أو برضه نشوف الجمال في التصميم. ممكن يكون مصبوغ. طب ماشي انا معاك، لو صب هيفك ازاي وفك ازاي؟ هو انا مفيش لوحه ارشاديه له، بس تقريبا منحوت يعني على اغلب الظن. ده نكمل بس عشان طبعا المقاطع مش كبيره. وده ايضا موجود في القاعه زي ما قلنا، في قاعه العصر الروماني، المدى الدقه في. نعم باشا. معي عادي ولا هلكت كده عليك. يلا. لا مش هبقى بعالج بعدين بقى. ماشي بعدين يا اخي انت كده خلاص يا عم ادخل. يا عم اسمه بنها مع عبد الله. خلاص.